بصوا لو عايزين تعرفوا الفول بتاع المحلات بيتعمل ازاي، بصوا لونه، بصوا الفوله هي عامله ازاي ومستويه. يلا نعمله زي المحلات بالظبط بطريقه جدتي وحماتي ووالدتي والمحلات، طبعا بطريقه مضمونه وبتكاليف بسيطه خالص وامكانيات بسيطه خالص، والاضافات بتاعتنا موجوده كلها في البيت. يلا بينا ونقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل الفول المدمس زي المحلات بالظبط، بس من غير اي اضافات ولا بيكنج باودر ولا الكلام ده كله خالص، بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة خالص. هنعمله زي زمان بالظبط زي ما كانوا بيعملوه. معانا الفول اهو، انا مش نقعاه، ما سبتوش منقوع 6 ساعات ولا الكلام ده خالص، انا يا دوبك غسلته. ومعايا نص كوبايه عدس اصفر وميه سخنه، مش محتاجين غير معلقه خل زي معلقه الشاي الصغيره وعصره ليمونه بس كده عليه، مش هنحط اكتر من كده. اول حاجه احنا هنفضي الفول في القدره بتاعتنا، القدره الصغيره الالومنيا بتاعتنا العاديه خالص، مفيش اي اضافات تاني. هنفضيه في القدره وهنشوف هنعمل ايه. كده احنا حطيناه في القدره، وهنفضي كمان عليه العدس، الاتنين طبعا مغسولين مش منقوعين. وهنفضي الميه السخنه، هنحط عصره الليمون بتاعتنا طبعا. الفول في القدره ديت الالومنيا بيبقى غير الاستانلس وغير الحله، طبعا ليه طعم تاني خالص. دي معموله مخصوص طبعا للفول زي الموجود بتاع زمان. طبعا اهي معلقه الخل، بس الخل والليمون ده عشان هيخليه ابيض كده فل، يعني مش هيبقى محتاج اي حاجه تانية. وهننزل بالميه السخنه، مش محتاجين حاجه تاني. احنا حطينا الميه السخنه، حطينا طبعا كفايته، ولو حب ان احنا نزود هنزود بميه سخنه، ما ينفعش ميه ثانيه، ما ينفعش ميه بارده، لازم ميه سخنه. هنكتم عليه الغطا خالص وهنولع عليه. اول ما يبتدي بالغليان هنوطي خالص كده قبل ما يفور معانا، نقلبه بس تقليبه ونبتدي نكتم عليه الغطا عشان ما يفورش، ونهدي النار. نهدي النار بقى شمعة خالص ونسيبه مع نفسه كده. هنبص عليه مثلا بعد 3 ساعات. هنحط ورق كويس كده عشان نكتم عليه خالص، والغطا بتاعنا بس الغطا كده بصوا كده. بس احنا كتمنا الغطا خالص عليه كده، هنسيبه بقى طبعا مع نفسه خالص شمعة خالص واقل من الشمعة حوالي 6 ساعات، لانه هو مش منقوع، بس هتاكلوا شوية فول مفيش بعد كده. هنسيبه بقى وبعدين نبص عليه لما يقرب يستوي ان شاء الله، هنبص عليه ونشوف الفول بتاعنا ونشوف لونه، وهنشوف الخطوة الاخيرة هنحط ايه مع بعض كده. بصوا بعد ما عدى 6 ساعات هنفتح على الفول مع بعض. احنا فتحنا عليه مرة وزودنا مية. بصوا اللون بتاعه، بصوا الفول كهرمان خالص اهو، ولا اسود مننا ولا اي حاجه. بصوا الميه بتاعته فتحنا عليه مرتين، زودته مره واحده بس. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. معايا هنا بقى معلقتين نشا كبار، هنا على معلقه بابريكا، ومعلقه كركم طبعا مش كبيره، هتخليه لونه اصفر. هو طبعا مش محتاج زي ما انتوا شفتوه كده، بس طبعا ايه يعني الفكره نفسها عجبتني. حماتي الله يرحمها كانت بتعمل كده، كان بيبقى لونه حلو قوي قوي، والميه بتاعته بتبقى زي المحلات بالظبط. نزودها ميه عاديه خالص. اخر نص ساعه بنحط النشا بالميه دي، ميه عاديه خلاص كده. الصلون والله فعلا لو جربتوه بالطريقه دي هيعجبكم، مش هنشتري فول من بره خالص. يعني حماتي الله يرحمها كانت طول شهر رمضان ما كناش بنشتري فول خالص، كانت هي اللي بتعمله لنا، ربنا يرحمها يا رب. فبصراحه الطريقه جميله قوي وسهله خالص، وفي نفس الوقت مضمون
ونظافه وجوده، يعني كل حاجه انت عاملاها بايدك. اهو كده احنا زودنا النشا خالص اهي. بصوا كده خلاص هندوبها على الفول، ولا نحتاج نحط طماطم ولا نحط بقى بطاطس زي ما بيحطوا ولا اي حاجه خالص، ولا صلصه ولا اي حاجه. بصوا هنحطها بقى كده هتديله اللون بقى طبعا الجميل. انا هو مش محتاج والله، بس انا الفكره نفسها عجباني. هتقل الميه بتاعته شويه، هنقلبه بس تقلبتين كده. بصوا بيتقل معانا خالص وبيلف ازاي اهو كده. بصوا اتمنى ان انتوا تجربوه. بصوا هتعملوا بقى فصين توم بسمنه بلدي بالزيت بتاعنا والطحينه براحتك خالص، بالطماطم، لاكتر من طريقه. بس في نفس الوقت بصوا الفول والميه بتاعته تقلت وجميل ازاي. بتاكلي ولادك حاجه مضمونه، انت عاملاها بايدك وعارفه المكونات بتاعتها ايه. اتمنى ان انتوا تجربوه، واتمنى يكون الفيديو خفيف وظريف على قلوبكم، وما تنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.